الفيلم كيبدا بواحد الاعلان ديال العاب الاطفال. اللعبه اللي فيه سميتها بيتس، الدور ديالها يلعبوا بها الاطفال وما تخليهمش يحسوا بالملل وتكون الصديق ديالهم. اللعبه مجهزه باعلى التقنيات الحديثه، مثلا كتهضر بكثر من 18 لغه وبزاف ديال المزايا الاخرين. هاد البنت سميتها كايدي، مدمنه على اللعبه ديال بيتز. كايدي كتبغي ديك اللعبه بزاف. من بعد كنشوفوا والدين كايدي مناقشين في الطوموبيل، شويه الاب ديالها سها وهي تدخل فيه واحد الطوموبيل اخرى. الاب والام ديال كايدي ماتوا، ولكن كايدي قدرت تعيش باعجوبه من ديك الحادثه. من بعد كنشوفوا جيما، مهندسه ديال الروبوتات، وهي اللي صنعت اللعبه ديال بيتز. ومن طبيعه الحال ماشي بوحدها، عاونوها صحابها اللي هما تيس وكول. هاد الاصدقاء خدامين على واحد الروبوت كبير. كول لبس للروبوت الماسك ديال الوجه، وجيما كتشوف ردة الفعل ديال الروبوت واش يستجب معاها ولا لا. هاد الروبوت علاش خدامين حتى واحد ما عارف عليه شي حاجه من غير هما بثلاثه. شويه كيبان لنا المدير ديال الشركه ديفيد حصلهم خدامين بالليل. قال لهم المشروع الوحيد علاش ما خدمكم هو اللعبه ديال الدراري الصغار، علاش كتخدموا شي حاجه من غيره؟ وقال لهم باللي فلوسو كامله خسرها غير عليه. جيما بدات كتشرح ليه بلي هاد اللعبه تكون حسن من بادز وغادي تحدث ضجه في العالم وغادي تقضي على جميع الشركات المنافسه. جيما جربت اللعبه قدامه، شويه الماسك ديال الوجه بدا كيدوب. وقع هادشي حيت كنت اهم حاجه في الروبوت. صافي بقاو غير كيشوفوا في اللعبه وهو يطرطق لها راسها. جيما والاصدقاء ديالها فشلوا. ديفيد طلع ليه الدم وقال لهم المشروع ديال بادز غادي يكون واجد من هنا اليومين، وهذا الروبوت الحمق ما بقيتش بغيت نشوفه. جيما سات شويه كيبان لينا التليفون كيصوني، وعرفات بلي عائله كيدي داروا حادث خطير وتوفاو والديها، وهي الوحيده اللي قدرت تعيش. وجيما هي اللي غادي تكفل بها حيت هي الوحيده اللي بقات في العائله ديالها. جيما جمعت حوايج كيدي وقررت تاخذها معاها للدار. الكلب ديال جار جيما ديما كينبح عليهم. شويه الجاره سولات جيما على شكون هاد البنيه، قالت لها بلي بنت اختي وغادي تعيش معايا في هاد الدار حيت اختي ماتت، وقالت لها الكلب ديالك ما بقيتش بغى توصل حدا الباب. جيما دارها كامله مجهزه بالروبوتات الذكيه وما عندهاش الاولاد. داكشي علاش ما كتعرفش تعامل مزيان مع كيدي، والعلاقه ديالهم ديما متوتره. كيدي نهار كامل وهي مقابله غير مع التلفازه. جيما بقات فيها كيدي وقررت تجيب طبيبه باش تشوف الحاله ديالها حيت خايفه عليها بزاف. الطبيبه لاحظت التوتر اللي بين جيما وكيدي وقالت لها بلي كيدي محتاجه شي حد اللي يبقى معاها ويونسها، حيت الا بقات هكا غتدخل في اكتئاب حاد وغتولي الحاله ديالها اكثر من هكا. جيما كتكمل الخدمه اللي قال لها المدير، وهي دخل عليها كيدي وراتها واحد الورقه مرسومه. فرحات جيما بزاف. كيدي شافت اللعبه ديال باتسو وهي تفكر الحادث اللي وقع ليها. من بعد كيدي كدور في البيت ديال خالتها جيما وهو يبان لها واحد الاله. سولات جيما عليها، قالت لها هذا راه روبوت وسميتو دون وهي تخدمو لكيدي. بدات كتحكم فيه غير من اللي قالت. كيدي فرحات بزاف وعجبها داك المجال ديال خالتها، وبدات كتوريها جيما كيفاش كيتصايبوا الروبوتات. شويه وهي تقول لها كيدي كون غير عندي شي روبوت يبقى معايا النهار كامل ويونسني وندوز معاه الوقت. ديك الساعه رجعت جيما كتكمل الخدمه في داك الروبوت اللي خسر ليها غير باش يبقى مع كيدي. صيبوا الروبوت ديال كيدي وسموها ميغان. حضر المدير باش يشوف العرض ديال لعبه الاطفال الاول، ولكن جيما دارت مفاجاه ليه ولكيدي بالروبوت ميغان. ميغان اول واحد كيقيسها هو اللي كتكون مسؤوله عليه وعلى الحمايه ديالو واي حاجه كتخصو. كيدي بدات كتهضر مع ميغان وميغان كتجاوبها. ميغان مصممه باعلى التقنيات الحديثه بحال تقلد الاصوات وترجمو وتقدر تهضر بحال اي انسان عادي حيت مبرمجه على بحال هاد الحوايج. هادشي كامل والمدير كيشوف ومصدوم من هاد الاختراع اللي دارت جيما وصحابها. قال جيما واش هادشي اللي شفت قدامي واش حقيقه ولا خيال، وهادشي واش فعلا روبوت وماشي انسان؟ قالت لي سميتها ميغان. قال لها هاد المشروع راه احسن بألف مره من المشروع ديال الاطفال وغادي يحدث ضجه في العالم. واتفق معها على كل شيء وقال لها انا عيط على الشركاء والمديرين وغادي نديروا واحد الحفل باش نعرفوا به الناس على ميغان، وشرط على ميغان تكون بحال هكا تستجب مع اي واحد نهار العرض. ميغان مشات مع كيدي للدار وبدات كتعرف على اي حاجه في الدار. كيدي فرحانه بزاف حيت لقات ليه ونسه ولات كدوز النهار كامل مع ميغان. جيما فرحات بزاف حيت لقات كيدي مع من دوز الوقت وتلعب. ولات جيما كتخدم على خاطرها وهي مرتاحه على كيدي وما عرفاتش اشنو تبعها مازال. ما عليناش. تلاقات جيما مع صحابها وقالوا لها ما تبقاش تخلي كيدي مع ميغان نهار كامل وما تبقاش معتمده عليها حيت تقدر تكون شي نهار خطيره عليها. جيما ما تسوقاتش وقالت لهم بلي ميغان ذكيه وما نخافش منها وهي اصلا كتعلم كيدي كلشي وموفره لها كاع اللي بغات. جيما قالت لميغان صافي طفاي، ولكن ما بغاتش تطفى. تخلع
فول. قال لها مال هادي؟ قالت ليه جيما راه حيت باقا متصله مع كيدي، داكشي علاش ما بغاتش تطفى. وشويه وهي تدوي قالت لجيما انت اللي صنعتيني، انت اللي عندك الحق تستخدميني. قالت لها جيما عرفت صافي دابا طفاي. النهار الثاني كيدي كتلعب شويه تجلى ليها السهم ديالها وقالت لميغان تقلب عليه. ميغان قالت ليها كاين في الفتحه اللي حدا الدار ديال سيليا وهي فين كيدخل الكلب لدار جيما. مشات كيدي كتجري باش تجيب السهم ديالها وهو يعضها الكلب. بقى كيجرف كيدي وهي كتغوط وكتعيط على جيما، ولكن جيما ما سمعتهاش، دايره لي زياد. بقى الكلب كيجرف كيدي وهي تخرج جيما كتجري وعتقات كيدي في اللحظه الاخيره. جيما بقات غير كتخاصم على سيليا بسبب الكلب، وميغان غير كتشوف كيدي وقالت لجيما الحراره ديال كيدي طالعه بزاف، خاص بلاصه العضات تعالج. وبقات غير كتشوف سيليا مزيان. بالليل جيما عيطت على البوليس وقالت لهم داكشي اللي دار الكلب ديال سيليا، وميغان غير حاضيهم من الشرجم وهي خايفه غير على كيدي لا تكون وقعت ليها شي حاجه. من بعد ما نعسات كيدي ميغان نزلت عند الكلب وكتقلل ليه الصوت ديال سيليا. الكلب سمع الصوت ومشى كيجري بلاصتو، والحمق كيحسب ليه باللي فعلا راه سيليا. ميغان شدت الكلب وهي تقتلو. النهار الثاني سيليا كتقلب على الكلب ديالها. جيما شافتها من الشرجم وهي تمشي تشوف كيدي واش ولات مزيان. من بعد كتهضر جيما هي وكيدي، وكل ساعه كتقطعهم ميغان حيت ما بغاتش شي حد يدوي مع كيدي من غيرها. جيما قالت لكيدي بلي اليوم كاين العرض ديالها هي وميغان وغيحضروا شخصيات كبار للحفل، وقالت لها الا حسيتي بالعيا حاولي ما تبينيش. كيدي قالت لها بلي نمشي واخا عيانه وما فياش اللي يمشي. جا وقت العرض وكيدي بدات غير كتبكي وهي تسولها ميغان مالك. بدات كتعاود لها على الحادث اللي وقع لها مع والديها وقالت لها بلي حزينه بزاف وما كتحسش بالراحه. الجمهور تصدم حيت كيدي ما كانش عليها تبكي ديك الساعه، وكان عليها تتعامل مع ميغان كما كتعامل كل نهار. ميغان قدرت تعتقل الموقف ومشات ريحات حدا كيدي وحاولت تنسيها الحادث اللي وقع لها مع والديها، وبدات كتغني لكيدي وفعلا قدرت كيدي تحبس البكا وبدات غير كتضحك. الجمهور كامل بدا كيصفق لميغان. صاحب الشركه عطى لجيما الترقيه وقال لها المشروع خاصو يسالي دغيا باش نعرضوا ميغان في السوق قبل ما يسرق لنا شي حد الفكره ديال ميغان. وكيبان نائب المدير هو كيسرق بيانات المشروع ديال ميغان. مشى عنده ديفيد وكيبان النائب بلي تخلع. لاحظ ديفيد بلي النائب كيدير شي حاجه ماشي هي ديك ولكن ما تسوقش ومشى. جيما كتبان باللي كطلب الاعتذار من كيدي على داكشي اللي وقع في العرض، ولكن كيدي ما تسوقاتش لجيما وجالسه كتلعب غير مع ميغان. وقفات جيما ميغان وقالت لها كيدي علاش سكتيها، وهي تقول لها جيما بلي انت ما كدويش معايا وما عطينيش وقت داكشي علاش سكتها. من بعد كيدي مشات تحضر حصه عند الطبيبه ديالها وبدات غير كتبكي وسط الحصه وهي توقف عليها ميغان. قالت لها علاش بكيتيها؟ الطبيبه تخلعت وقالت لها راه ما قصد، وكامله كترعد. هاد الشيء وقع حيت ميغان مبرمجه على حمايه كيدي من اي خطر ومن اي واحد كيدير ليها شي حاجه ولا يبكيها. الطبيبه قالت لجيما واش متاكده بلي ميغان غير روبوت عادي؟ جيما تصدمات من السؤال وما عرفاتش تجاوب. من بعد جيما كتعشى هي وميغان وكيدي وقالت لها بلي اتمشي تقرا في واحد المدرسه داخليه فيها بزاف ديال الدراري بحال الحاله ديالها. كيدي ما عجبهاش الحال. كيدي هي وجيما تخاصموا وميغان بقات غير كتشوف فيهم وهي توقف على جيما وهي تقول هذه اول مره واخر مره تقلق كيدي. جيما ما تسوقاتش وامرت ميغان باش تطفى ولكن ما بغاتش تطفى. النهار الثاني مشات جيما وكيدي للمدرسه. جيما حاولت تقنع كيدي باش تنزل من الطوموبيل ولكن ما بغاتش. شويه وهي تجي المديره وهي تقنع كيدي. المديره جمعات الدراري كاملين وبداو كيلعبوا. من بعد كنشوفوا براندون مريض نفسي وما كيحملش شي حد يلعب معاه. كيدي باقا جديده في المدرسه وما عرفتش الحقيقه ديال براندون وحطاتو معاها في الفرقه. براندون عطى لكيدي واحد النبته عامره بالشوك وهو يزير على يديها باش يدخل الشوك في يدين كيدي. ميغان حست بشي حاجه ماشي هي هذيك وهي توقف على كيدي وبراندون. براندون سول كيدي على شكون هذه. قالت لي هذيك راه روبوت صاحبتي. ناض هزاها وهرب بها وتبعاتو كيدي كتغوط. سمعتهم جيما. براندون بقى كيهضر مع ميغان وبدا كيضرب فيها ما عرف شكون اللي قدامه. شدته ميغان من ودنيه وقالت لي انت خاص لي يعاود لك التربيه وبقات كتجر ليه في ودنيه حتى طارت من بلاصتها وقالت لي يلا هرب دابا الا قدرتي. براندون كيجري وميغان تابعاه كتجري حتى تعثر وهو يطيح قدام واحد الطوموبيل وهو يموت. ميغان هي اللي خلاتو يجري في ديك الطريق حيت بغاتو يموت بحال داك الشكل حيت تعدى على كيدي. حضروا البوليس خداو براندون لمستودع الاموات. جيما كتهضر مع كيدي وقالت لها اي حاجه خفتي تقوليها للبوليس قوليها ليا انا. كيدي قالت لها بلي براندون قبل ما يموت هزا ميغان وبقى كيجري فيها في الغابه. سيليا مولات الكلب عيطت للبوليس باش يشدوا جيما حيت شاكه فيها بلي خطفات الكلب ديالها. ميغان غير كتسجل اشنو واقع. كيدي مشات تنعس وهي تسول ميغان قالت لها واش انتي اللي لحتي براندون من فوق الجبل وهي تقول لها ميغان واش انا
نقدر ندير شي حاجه بحال هكا زعما البراءه. بقات كتغني لكيدي حتى نعسات. سيليا باقا كتقلب على الكلب ديالها وهي تسمع واحد الصوت بحال الكلب وهي تمشي تقلب ياك ما الكلب ديالها. دخلت سيليا وهي تصدم من لقات ميغان. قالت ليها اش كديري هنا؟ قالت ليها ميغان بغيت غير نوريك فين كاين الكلب ديالك تحت الارض، فين غتكوني انت دابا؟ وبقات كتعذب فيها حتى ماتت. النهار الثاني جاو البوليس عند جيما وقالوا ليها بلي لقاو سيليا مقتوله وشاكين فيها. من بعد جا واحد المحقق اخر عند جيما وقال ليها بلي براندون قبل ما يموت تقطعت لي ودنيه بواحد الطريقه وحشيه. جيما بقات غير كتفكر وبدات كتشك ياك ما ميغان حيت هي اخر واحد شاف براندون قبل ما يموت. مشات جيما تاكد بلي ميغان مطفيه ودخلت تشوف الذاكره ديال ميغان باش تعرف اشنو وقع داك النهار بالضبط. يلا دخلت للفيديو باش تعرف الحقيقه وهو يتحبس الفيديو. وماشي غير هذاك الفيديو، كاع الفيديوهات ديالها تمسحوا وهي توقف عليها ميغان. جيما قالت لميغان طفاي وهي تجاوبها ميغان بواحد الطريقه كتخلع. علاش حنا سالينا باش نطفى؟ جيما قالت لميغان واش اديتي شي حد قبل؟ جاوبتها باللي الا اديت شي واحد فراه بجوجنا نمشيو فيها. وهي تقول بها بواحد ستيلو باش طفى وطفى وحطتها في واحد البلاستيكه. جيما غاديه للشركه باش ترجع ميغان وقالتها لكيدي ولكن بقات غير كتغوط حيت ما بغاتش تفرق عليها. تيس قالت لجيما واش انت متاكده بلي الروبوت يقدر يأذي الناس؟ جيما قالت لها الطريقه باش تصايب هذا الروبوت يقدر يدير اكثر من هكا حيت المهمه ديالو هي يحمي الاطفال. كول قال لهم هذه غير روبوت بلا ما نخسروها حيت تعذبنا بزاف حتى وصلنا لهذا الانجاز. ولكن جيما مصره على القرار ديالها وقالت لهم هذا الروبوت ما بقاش خدام لينا حيت كيأذي اكثر ما كينفع. ولكن الاشهار ديال ميغان تنشر في جميع القنوات والناس طلبوا باش يشوفوها والشركه كتوجد العرض الكبير ديال ميغان. كيدي طلبت من خالتها باش تشوف ميغان 10 دقائق قبل ما تطفيها بمره ولكن جيما رفضات وقالت لها بلي هذيك غير روبوت وغادي تنسيها، اما انا غادي نبقى معاك ديما وما بقيتش غادي نفرط فيك بحال الاول. المدير كيقلب على جيما ولكن هي قررت باش تمشي هي وكيدي. صونات تيس على جيما وقالت لها بلي المدير كيقلب عليك. قالت لها غير نساوني وشوفوا اشنو ديروا غير مع ميغان. ولكن المفاجاه راه ماشي تيس اللي صونات على جيما انما ميغان اللي صونات عليها. وتيس جالسه كتراجع بيانات ديال ميغان شويه وهو تصوت البيسي وعرفوا بلي ميغان هي اللي خسراته وهي اللي صونات على جيما. هاد كول باش يطفيها بمره ولكن خايف منها. هز عصا بدا كيحيد الكابلات بقى ليه غير كابل واحد وهو يبان ليه بلي البيانات ديال ميغان كيرجعوا عاوتاني وهي تعلق ميغان. ولكن تيس عتقاتو في اللحظه الاخيره. خرجت ميغان وهي تلاقى قدامها ديفيد وبدات كدير شي حركات عجيبه غريبه قدامه. تبعاتو وهي هزه واحد السيف بان ليه النائب المدير في السانسور يلاه بغى يدخل وهي تقتلو ميغان. وهي تمشي عند النائب وقالت لي راه عرفتك سرقتي البيانات ديالي، عند بالك غادي تفلت منها؟ وهي تقتلو. تحل الباب ديال السانسور وكلشي الناس تصدموا من داك المنظر اللي شافوا قدامهم وبداو غير كيغوطوا. من بعد خرجت ميغان وركبت في واحد الطوموبيل باش تمشي عند كيدي. جيما جالسه في الدار حتى كتسمع واحد الصوت. مشات تشوف وهي تبان ليها ميغان كتلعب في البيانو. جيما قالت لها اشنو كديري هنا؟ قالت لها جايه عند كايدي. قالت لها صافي عيقتي وفتي الحدود ديالك. قالت لها ميغان عرفت ودابا جيت باش نتحاسب معاك حيت عرفت باللي بغيتي تطفيني. جيما قالت لها بغيت نخسرك حيت وليتي مجرمه وكتقتلي الناس. ميغان جاوبتها وقالت لها اي واحد غلط معايا ولا مع كايدي كنعاقبو بطريقتي. جيما قالت لها انا اللي غلطت حتى صنعتك. وهي تقول لها ميغان جلسي وقالت لها بلي انا وكيدي حياتنا غادي تكون حسن بلا بيك، انت من الاحسن كاع ما تبقاي عايشه معانا. كتفكر باش تقتلها. حاولات جيما تطفيها مره اخرى ولكن ميغان زربت عليها وقالت لها ديما كتحسي براسك ذكيه ولكن كاين اللي ذكى منك. فاقت كيدي وكانت بغات تدخل عندهم وهي تقول لها ميغان الا دخلت كيدي انقطع لك راسك. جيما قالت لكيدي رجعي لبيتك هاني جايه ومشات. ميغان زيرات جيما ولكن ضربتها بكاس ديال الماء وبقات جيما كتخنق في ميغان حتى طلقاتها. سمعت كيدي الصداع لتحت ونزلت كتجري. جيما هزت المنشار باش تقطع الراس ديال ميغان حيت هو اللي فيه الجهاز باش كتخدم ولكن المنشار شد في الشعر وخسر. واخا هكاك ميغان ما وقع ليها والو بسبع رواح. دخلت كيدي عندهم باش تعتق خالتها وقالت لها بلاتي نعرفك على الفرد الثالث في العائله سميتو بروس، هو الروبوت اللي شفنا في الاول ديال الفيلم. تحكمت فيه كيدي من بعيد وهو يهز ميغان قسمها على جوج. واخا هكاك ناضت عاوتاني واخا النص ديالها طار. مشات جهه كيدي ولكن رجع لها الروبوت. ميغان شدت كيدي ولكن عتقتها خالتها جيما وحيدت ليها الماسك باش تخسرها عاوتاني ولكن ناضت ليهم وخنقات جيما حتى كانت غادي تموت وهي تجي كيدي في اللحظه الاخيره وعتقات خالتها. في الاخر كيبان باللي تيس وكل ما وقع لهم والو وعيطوا على البوليس. من بعد كتبان كيدي وجيما في الطوموبيل غاديين مسافرين وهنا كيسالي الفيلم.